الحمد لله. كله دلوقتي زي الفل. صحيت النهارده. من امبارح بصراحه بفكر ان انا عايزه ارجع بقى واعمل فلوجز وكده. المشكله كانت عندي في الكارت. يعني اكيد في ناس قعدت بقى انت وقفت ليه ومش عارف ايه وكده. كان عندي مشكله في الكارت الميموري. كان بيمسح الفيديوز لوحدها وبلاوي كده كتير في فيديوز كتير اتمسحت وفلوجز كتيرة وحاجات كده، بس ان شاء الله هحاول ان انا اظبطها وارجعها. يعني في حاجات كده قدرت طريقة ان انا اعرف ارجعها. فهو ده اللي حصل يعني. فنويت ان انا النهارده اعمل فلوج. مش عارف، انا هكون قاعد في البيت اصلا يعني. فهيكون فلوج منزلي شوية زي اول فلوج او اول فلوج تالت او رابع فلوج عملته تقريبا، اللي انا عملت فيه الديكوريشن ده. ف بس يعني ده الفلوج بتاع النهارده اللي هعمل فيه بتاع. مش عارف. الكام يوم اللي فاتوا دول غريبين جدا يعني بصراحة. امبارح امبارح واول رعد وبرق بقى وحاجات من دي. فالموضوع يعني غريب قوي. سبحان الله، في لحظة كده كان قبل ماتش ليفربول الدنيا زي الفل والناس كلها عايز تتفرج على صلاح وعادي جدا مرة واحدة كله بقى مش عارف ايه. ف سبحان الله يعني، ربنا عشان أراد مرة واحدة والناس اترعبت بقى والسيول غرقت التجمع ومش عارف ايه تاني غرق والشارع بتاعنا مبلول والدنيا طينة وحاجة آخر زي الفل. فبس فسبحان الله يعني اليومين دول واحنا اصلا المفروض في الشتاء، يعني في الصيف سوري، يعني احنا المفروض اصلا في الصيف. ايه اللي جاب الشتاء في الصيف اصلا؟ يعني اللي بيحصل ده ما حصلش ربعه في الشتاء لوحده يعني. يعني اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا دول برقبة الشتاء كلها يعني. مش عارف يعني، الحمد لله وربنا يستر. عندنا شوية حاجات كتير جدا النهاردة، من أغلبيتها المذاكرة أو الأغلب الكبير يعني بتاعها هو المذاكرة. هنظبط بقى ونفطر بقى والجو كده يعني. يلا. النهاردة 26/4. بنقسم بقى ازاي؟ بنقسم اليوم بالصلوات، يعني مقسم اليوم بالصلوات والمذاكرة. يعني مثلا من الظهر للعصر كان في قرآن. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طب المفروض اليوم هيمشي ازاي النهارده؟ تعالوا نكتب مع بعض. فك الستيكي نوتس وبعد كده نكتب في اني. نكتب في دي ولا دي؟ احنا نكتب في دي. نطلع القلم المتين ونكتب واحدة واحدة. النهاردة كام؟ ومن العصر للمغرب المفروض انا اذاكر نحو. ومن
المغرب للعشاء المفروض ان انا هذاكر يا ده نور فقه. حلو. ومن العشاء بقى بالليل بقى، يعني بالليل خالص وقت ما انام، بقية القرآن اللي انا حاطط جزئين في اليوم. زي الفل. زي الفل. ده المفروض بقى يعني اللي هو خلاص، ده القرآن والنحو ودي فكرة اتلخبطت. ايه القرآن ده دي مذاكرة تمام. اهو من الظهر للعصر ده القرآن وخلصناه الحمد لله. بعد كده النحو من العصر للمغرب، ودي ايه النحو هو أول المنهج خالص الصفحة 5. بس وبعد كده يا ربي الفقه من بعد المغرب للعشاء، وبعد كده قرآن من بعد العشاء لحد بالليل بقى خالص. تمام. طبعا في ماتش الأهلي فيه شوية حاجات دي هنكتبها في ورقة تانية اللي هي فيها احنا هنعمل ايه النهاردة، حاجات عادية. عندي مشكلة ان انا كنت عايز اصور حاجات كتير قوي قوي، وفعلا يعني انا عندي الباور ان انا عايز اصور حاجات كتير بشكل مبالغ فيه، وعمال احصر نفسي في امكانيات التليفون وامكانيات ان انا عندي الكارت فيه مشكلة وان انا عايز كاميرا مع ان في ناس ممكن تعمل حاجات جامدة اصلا بالتليفون، يعني فاهمين؟ يعني احنا بقالنا كتير ده الفلوج ال15 تقريبا. فاللي هو لأ، في ناس بتعمل حاجة جامدة بالتليفون، بس انا مش عارف. سبت التصوير شوية فلوجينج شوية فيمكن الموضوع اوفر ثينكينج بقى وكده ممكن. مش عارف، ولا احنا عشان في وقت دراسة والاوفر ثينكينج ده طبيعي، قصدي امتحانات يعني، والاوفر ثينكينج ده طبيعي في وقت الامتحانات، ولا ايه الدنيا؟ بص، انا مش عايز اقعد اوعد وبتاع، بس انا فعلا عندي باور ان انا خلال الفترة الجاية دي اعمل فيديوز كتير والقناة تعلى وابدأ اهتم بالموضوع، عشان ده مهم جدا بالنسبة لي قوي قوي بجد. القناة مهمة وسمعت كلام يعني انا مبسوط ان انا سمعت كلام من ناس كتير وازاي وقفت وكمل، وانا ما بطلتش، هي بس كانت مشكلة و... وعطيتني قوي. وعندي مشكلة في المايك وده حوار، وعندي حوار في المذاكرة، يعني في لو احنا تقريبا بنذاكر في الوقت الضايع عاملين نظبط وبتاع. انا اكتر حاجة بعرف اعملها هي البلاننج، يعني بعرف اعمل بلان بنت لذينة اللي هو صاروخ. بس بجد مش يعني مش عارف.